ايه هي اسباب ان الكحك الحشوة بتاعته بتنشف بعد ما بيستوي؟ ده لعدة اسباب. اول حاجة طبعا بالنسبة لحشوة العجوة، قبل ما نحشيها نقلبها كويس كده في اما معلقتين زبدة او معلقتين سمنة. نقلب الحشوة نفسها او العجوة نفسها في السمنة او الزبدة، باردة على البارد، كل ده على البارد، ما نحطهاش خالص على النار خالص. نقلبها كده مع بعضها هي والزبدة او هي والسمنة، بحيث ان تختفي كلها مع بعضها كده، وتكون عجينة كويسة او تكون يعني سلسة كده معايا، واعرف ان انا اشكلها. طيب بعد كده اكورها كور صغيرة عن حجم الكحك. طيب بعد كده بالنسبة للتسوية، برضو من الأسباب اللي هي بتخلي الحشوة تنشف، درجة التسوية أو درجة الحرارة سوري بتكون عالية شوية. طيب إيه هي الدرجة المناسبة؟ هي 180 درجة. بالنسبة للنواعم عموما، بالنسبة للكحك أو البسكوت أو البيتيفور أو الحاجات دي كلها، لازم درجة الحرارة ما تكونش عالية. وكمان بنشغل الفرن قبل ما نحط الحاجة دي، مثلا قبلها بربع ساعة ولا حاجة. بعد كده السبب اللي بعد كده ممكن تكون كمان مدة التسوية بتكون اكتر من اللازم. يعني في ناس مثلا بتقول لك مثلا 30 دقيقة او 40 دقيقة والكلام ده كله، لا، اكتر حاجة هي 20 دقيقة، لان لو قعد اكتر من 20 دقيقة طبعا الحشوة بتنشف. بالنسبة برضو للملبن، لو احنا بنحشي ملبن برضو بنمسح ايدينا كده او ندهن ايدينا بحتة زبدة او سمنة، ونكور برضو الملبن بحيث ان ما ينشفش في الفرن، لان الحاجات ديت طبعا لما بتقعد زي ما بنقول كده مدة اطول في الفرن، طبعا كمان التسوية ما بتبقاش حلوة، كمان الكحك نفسه ما بيبقاش حلو. ولكن برضو زي ما بنقول درجة الحرارة العالية، المدة الزيادة، كل ده بيسبب ان الحاجة دي بتنشف. وان شاء الله كل سنة وانتم طيبين وبألف هنا وشفا على الجميع.